الفنانة الجميلة نعيمة الصغير. نعيمة الصغير من مواليد 1931 منطقة الإسكندرية. تمام. أهم وأبرز أعمالها الفنية فيلم الزوجة التانية، فيلم الشقة من حق الزوجة، فيلم العفاريت. دول أشهر 3 أعمال ليها يا جماعة. وطبعا العفاريت من أشهر أفلامها أكتر لما طلعت فيه بدور الكتعة اللي كانت بتطلع في دور الشر يا جماعة. للأسف الكتعة قبل ما تموت حصل شيء مفاجئ فاجئ الجميع. كان ليها زميلة حطت لها مادة سامة في كوباية الشاي، فطبعا مما أدى إلى خشونة في الأحبال الصوتية، عمل لها خشونة في الأحبال الصوتية، ويقال إن ده سبب الموت، وفي أقوال تانية إن هو سبب غير معلوم. توفت الفنانة عن عمر يناهز 60 سنة، ودفنت بمقابر كرموز الإسكندرية. الوفاة يا جماعة من 34 سنة. لكل اللي موجود معانا يدعي لها بالرحمة والمغفرة، كما أمتعتنا بأدوارها الجميلة وأدوارها الشر، رغم إن هو يعكس ذلك إنها في الحقيقة إنسانة طيبة وجميلة. فرجاء الكل اللي موجود معانا يدعي لها بالرحمة والمغفرة. أسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.